السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى ما فاضلش على رمضان الا ايام في التعداد التنازلي النهارده بقى. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. النهارده بقى هنا انا بوريكم كمان الحاجات اللي الاولاد جابوها لي في عيد الام. خليكم معايا في نص الفيديو هتشوفوها بالاسعار وهتشوفوها ايه يعني مش متسرعة كده اهو. زي ما انتم شايفين بقى كده هوريكم الحاجات اللي هما جابوها لي وهتشوفوا بقى ايه الاوضه بعد ما تفرش الكامله. يعني اتفرجوا معانا لاخر الفيديو هتشوفوا كل حاجه ان شاء الله. يلا بقى كده اهو زي ما انتم شايفين. يلا نصلي على الحبيب الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هنفرش معاكم الاوضه دي الاول. اول حاجه بقى بدات بيها في الشقه كلها اوضه الاطفال. انا طبعا عملت البلكونه الاول وبعد كده بقى دخلت معاكم على اوضه الاطفال. هوريكم برضو فيديو البلكونه لوحده. بس قلت انزل لكم بقى عشان انا خلصت اوضه الاطفال كامله. يعني عملت فرشت فيها زينه رمضان وعملت فيها بقى ايه كل حاجه خلصتها. فقلت بقى ايه اصورها لكم لوحدها الاول. اول حاجه بقى هغير الستاير بقى بتاعت الشتا بقى. يعني والجو بدا ايه يعني شتا شويه ويعني برد شويه مع حر شويه. فمش مشكله بقى ايه البطاطين كده كده مش هنشيلها. بس هنغير بقى الستاير دي بتاعت الشتا التقيله اللي مش بنحبها دي جو الشتا يعني. فاول حاجه بقى زي ما انتم شايفين هنبدا بقى ننفض الشبابيك دي. وقلت اخليها بقى للعيد ان شاء الله ابقى اشيلها اغسلها يعني. بس نفضتها كده عشان لو تراب او كده فنفضتها اهو. زي ما انتم شايفين بدأنا بالشبابيك بقى كده. وطبعا زي ما انتم شفتوا قبل كده الفيديوهات اللي فاتت انا شلت تحت السرير. تحت السرير ده كمان مش هشيله على العيد لسه شايلاه قريب يعني كده. ومسحت تحته ونفضت الحاجات اللي تحته فمش هشيل تحت السرير. هو بس الشبابيك اللي انا ايه هبقى اشيلها اغسلها ان شاء الله. واول حاجه بقى زي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى كده معاكم نطبق البطاطين. هما البطاطين ده هم اللي مش هيتشالوا هسيبهم بقى. هما مش تقال قوي وفي نفس الوقت ايه يعني وسط ولا خفاف قوي ولا تقال قوي. فده هم هخليهم عشان الجو لسه برضو ايه مش مضمون لسه الجو فيه لسعة شويه. فهخليهم على السراير عشان خاطر ايه الاولاد يستغطوا بيهم اهو. هي الدفايات اللي انا مش هفرشها عشان شكل الملايات تبقى شكلها حلو يعني. فهخلي بقى ايه الدفايات على جنب هطبقها برضو والاولاد ممكن يستغطوا بيها مع البطاطين اهو. يلا بقى يا جماعه اللي ما عملش حاجات رمضان يقوم يتشجع بقى. خلاص ما فاضلش الا ايام على رمضان. يلا نشجع بعضينا بقى كده. وقومي يلا فرشي. الحاجات البسيطة حتى لو عملت حاجات بسيطة بتغير شكل المكان اهو. زي ما انتم شايفين انا هنا بوريكم الباسكت ده برضو بتاع الاطفال. الباسكت العادي اللي هو ب12 ونص كنت جايباه كمان ب10. طبعا بدأ يغلى شوية بقى ب12 ونص. لا اما كنت جايباه ب7 ونص لا اما كنت جايباه ب10 مش فاكرة. بس هو دلوقتي بقى ب12 ونص عشان انا لسه جايبة واحد قريب ب12 ونص. فجيب بقى طبعا انا عندي هوريكم بقى كمان للاسف اللي حصل في المشمع بتاع المطبخ ده بقى كده. اللي انا كنت فرشاه في المطبخ الالمونتيل. ما اجي افرش معاكم المطبخ الالمونتيل هقول لكم القصه بتاعته. فطبعا زي ما انتم شايفين خدت بقى منه حته كده. اللي هو كنت حاطاه اللي هو الخياميه ده. رحت لازقاه على الجردل. ليه بقى الجردل ده على فكره لو هيتباع بره هيتباع بحاجه و20. فانا بقى ايه عملت الجردل خليته هو كمان رمضان الباسكت او الجردل يعني. خليته هو كمان ايه في اجواء رمضان. هتشوفوا بقى الاوضه دي كلها ايه مليانه اجواء رمضان. فجيت بقى ايه لفيته عليه كده ولزقته باللزق. وبعد كده هنا زي ما انتم شايفين انا مطلعه بقى المفارش والحاجات دي من بالليل على فكره. قلت عشان اول ما اصحى من النوم ان شاء الله ايه اعمل افرش حاجات رمضان وافرش الاوضه وكده. فجيت بقى غسلت اول حاجه لميتها. اول حاجه عملتها لميت المشايات بتاعه اوضه الاطفال دي وغسلتها. اللي هي كانت بيج دي او البني. فرحت شايلاها غسلاها هي كمان عشان خاطر ايه يعني لما تروقي المكان. وبدأت برضو بعد ما خلصت المشايات عملت التلاجة يعني ايه تبدأ بقى الأوضة تروق يا دوب بقى ايه نفرشها. بس بقى ما صورتش معاكم بصراحة التلاجة وانا بنضفها. انا بس صورت حتة صغننة كده من بتاعة من المشايات وانا بغسلها. وبعد كده ايه دخلت بقى على الاوضه بعد ما خلصت شلت الميه مسحت الميه وكده. دخلت بقى على الاوضه معاكم كده اهو زي ما انتم شايفين. وهنبدا نغير الملايات دي كانت بتاعه العيد. اول حاجه بقى هوريكم الحاجات اللي الاولاد جايبينها بقى اللي هي ايه في عيد الام. بصوا الصينيه دي كام ب35 جنيه. دي صاج على فكره يا جماعه. في منها بلاستيك طالعه كده لا دي صاج عليها شكل فلامانكو ده جميله قوي لسه ما استخدمتهاش بصراحه. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين انا كانت عندي الصغننه كنت جايباها من رنين ب20 لكن دي ب35.
وعندكم بقى التوابل دي زي ما انتم شايفين انا بوريها لكم كده اهي بتاعه التوابل. ده منظم التوابل صغنن كده محندق 6 بتوع بس صغننين بس حلوين. وفي منهم اللي هو ايه انا بوريكم ان في واحده فيها خرم كامل دي لو ملح او كده، لكن التانية فيها خرام صغننه كده دي لو فلفل اسمر كمون. وزي ما انتم شايفين اهي ما تاخدش مكان على الرخامه صغننه كده. دي بكام؟ ب70 جنيه محندقه جميله. وزي ما انتم شايفين بقى كده بقول لكم برضو هنا العلب البلاستيك دي انا جبتها بقى عشان العيد وكل سنه وانتم طيبين بقى، عشان الكحك وكده بفضل احطه في اطباق بلاستيك وكده ونغطي بغطيان مش بتاعه الاطباق وكده. لا فانا حابه بقى العلب دي انا جبت الصغيره دي ب15 يعني هما جايبينها لي في عيد الام بس انا كنت معاهم طبعا. وجبنا بقى كمان العلبه الكبيره دي ب40 جنيه اهي زي ما انتم شايفين. دي حلوه بقى الكبيره دي تاخد يجي 2 كيلو، يعني لو عامله كحك مع قراقيش عشان ما تنشفش وكده نحطها في العلبه دي. وعندنا بقى العلبه الصغننه دي تاخد كيلو بقى لو بسكويت بدوفور كده يعني. اهو دايما شايفين بقى. نرجع بقى كده الروتيننا بقى كمان. ولولو هي بتقول لكم ما تنسوناش باللايك يا جماعه بقى ايه انا زعلانه منكم اللايكات ضعيفه قوي. حاولوا يعني يعني مش تخسروا حاجه لو حطيتوا اللايك وانتوا بتتفرجوا. اهو تشجيع منكم يعني تشجعونا عشان ننزل لكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين بقى كده ما فاضلش الا ايام يعني. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين انا بقى فرشت بقى الستاره الخفيفه دي انا بحبها. الستاره دي اللي انا ايه كنت جايباها في الجهاز، يعني الستاير التانية طبعا عملتها بعد كده بس دي انا بحبها معرفش بحس لونها حلو كده ماشي مع اوضه الاطفال. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين هنا كمان بنعلق بقى الحاجات اللي على التلاجة برضو. عندي هنا اللي هي الحاجات اللي انا كنت جايباها من العتبة ومكتوب عليها في فنانيس اهو مكتوب عليه مش عارفة سخنة يا طعمية، وفي رمضان كريم ووحوي. الحاجات دي انا شلت القدام حطيتهم تحت على فكرة، يعني انا كنت حتى اللي هي الحاجات اللي هي مغناطيس التلاجة دي اشكال عادية شلتها اللي هي الفواكه وكده وحطيتها ايه تحت. وزي ما انتم شايفين بقى كده المشمع برضو بتاع رمضان كده هبدأ افرشه. ده انا مخليه رمضان عليه برضو حاجات بوجي وطمطم واشكال رمضان هبدأ احطها على التلاجة برضو كده اهو. ولولو هي واقفه بتقول لكم لايك. لولو مصممه يعني يا جماعه عشان ما حدش ينسى اللايك. وبعد كده بقى جيت برضو على ترابيزه الكمبيوتر قلت ايه اخليها رمضان هي كمان، يعني جو رمضان عامه بنحب كل حاجه نخليها ايه نحط عليها حاجات رمضان. عندي بقى كده مفارش صغننه كده كنت عاملاها ايه مخدات صغننه قبل ما اجيب الكوشنات اللي انا حطاها في الريسبشن. فجيت بقى ايه فككتها من بعض كده وبدات احطها ايه هتشوفوها دلوقتي معايا عليها اشكال رمضان برضو هحطها على ترابيزه الكمبيوتر اهي. زي ما انتم شايفين كده حطيت الاول تحت الريسيفر كده حطيت كده ايه واحده وحطيت واحده كمان على الريسيفر وحطيت بقى ايه هنا ايه على بقيه ترابيزه الكمبيوتر. وهنا بقى الصينيه دي انا كنت عامله واحده قبل كده اللي هي الشكل البيضاوي، عملت بقى السنه دي واحده المدوره دي قلت بقى ايه احطها لهم في اوضه الاطفال واحط عليها بقى بوجي وطمطم اهو زي ما انتم شايفين. كان عندي حته خيش صغننه كده جبت لها متر من اللي هو الابيض اللي هو الكور ده كنت جبته ب5 جنيه من عند اللي هو بتاع اللي هو تقريبا زي كارنفال كده كبير ب5 جنيه ولفيته على الصينيه كلها وفاضت حته قلت ايه احطها في النص. وهبدا الزق بقى الزينه زي ما انتم شايفين انا عندي بقى دياستي هحطه هنا. وانا هنا بوريكم قبل ما تلزقوا يا جماعه عشان السنه اللي فاتت لزقت على الحيطه على طول الدبل فيس جيت اطلعه بقى طلعت يعني ايه قشرت الحيطه. فعشان كده بقول لكم قبل ما تلزقوا الدبل فيس حطوا اللزق العادي الاول السلوتيب العادي وبعد كده حطوا عليه الدبل فيس والزقوا بقى بيه براحتكم عشان خاطر عملت الحته دي في الرف برضو لزق شويه الارفف بتاعه الريسبشن هتشوفوا دلوقتي برضو اما اجي افرشها معاكم. فعشان كده الزقوا الاول بالسلوتيب. وزي ما انتم شايفين بقى علقنا كده فرع الزينه على الستاره وفرعين كده على الجنب اهو وكل سنه وانتم طيبين. وعلقنا بقى ايه الفرع النور ده برضو كمان بس نسيت اوريهولكم في الضلمه شكله عامل ازاي اهو. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. كل سنه وانتم طيبين وما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. والسلام عليكم. وحوي يا وحوي وكمان وحوي اهو فات شعبان واهو جه رمضان ارقصوا يا بنات قولوا لي كمان وحوي